اللوز بالموز اوبشن ها. فرشح حسين في يوم من الايام كل الاغاني الحزينه لسه بتفكرني بينا. شوف حالي واحنا اتغيرنا، يا ريت ترجع ليالينا. طبعا يعني الكلام ده ترند. السلام عليكم، سحس من قناة سحس تيوب. الفيديو ده عن زيادة الإنتاجية، فيديو جديد أو حاجة جديدة أو موضوع يعني جديد أنا لسه متكلمتش فيه قبل كده. بتزود الإنتاجية ومش عارف إيه وتطوير الذات حوار كبير قوي. أوكي بس يعني فايت بجد ومية مية. فالطريقة اللي أنا اكتشفتها، ودي أنا اكتشفتها بجد مش هتلاقيها عند أي حد، الطريقة دي هي مراقبة التطور والإنتاجية على المدى البعيد. وأنا عملتها يوم 22/3 بتاع السنة اللي احنا فيها دي، واحنا دلوقتي في شهر 10 ولسه فاكر أصور الفيديو ده. 22/3 دي تفهمك إن أنت ممكن تعمل أي حاجة في أي وقت. مش لازم تستنى الساعة تيجي 9 بالظبط عشان تبدأ، مش لازم تستنى أول الشهر عشان تبدأ، مش لازم تستنى السنة الجديدة عشان تبدأ. في 90 يوم ممكن تستغلهم قبل ما السنة الجديدة تبدأ، فاهم؟ 90 يوم دول ممكن يحولوك من واحد كده لواحد كده. ال90 يوم اللي انا بقول لك عليهم دول انا شخصيا استغلهم، وهقول لك في اخر الفيديو لو كملت معايا للاخر هتعرف ازاي تستغلهم صح وتعمل حاجات محدش يقدر يعملها في ال90 يوم دول. فانت هتجيب الورقه دي تعمل زي ما انا هقول لك كده، ترص الارقام تحت بتاعت الشهر، وهتبدا من حته تحت بس مش تحت أوي، عشان لما تنزل زي ما انا نزلت كده تعرف تطلع تاني وما الموضوع ما يبهوأش منك وتبقى بالسالب. انا بادئ من هنا عشوائيا، انت ممكن تبدأ من هنا، ممكن تبدأ من هنا كده، فاهم؟ اليوم بقى بيمشي ازاي او الخط ده بيمشي ازاي؟ بيبقى على حسب الايام، يا يوم مثالي يا يوم عادي يا يوم بايظ. اليوم المثالي ده انا مخليه ان انت تنجز حاجتين بعاد عن بعض. انا كان بيبقى مطلوب مني تاسكات واسايمنتات، كنت بتعلم اي حاجه جنب الدراسه، اللي هو مثلا اسايمنت الكوميونيكيشن اعمل منه B1 ماشي، ده كده انا انجزت الحته بتاعت المدرسه. اجي بقى عند الحته بتاعت تطوير الذات ونفسي ومش عارف ايه في البرمجه، انجزت هنا وانجزت هنا. ما عملتش برمجه بس ايه، خلصت الفروض اللي عليا وقرات قران، فده برضو لنفسي وده مية مية أحسن من البرمجة. فبعد ما أعمل الحاجتين دول أروح جاي أعمل شرطة لفوق. اليوم العادي بقى اللي شرطته كده عادية خالص، اليوم عدى ولا كأني عملت فيه أي حاجة. بس لأ، أنت عملت حاجة واحدة من الحاجتين، لا اما استفدت انت بالحاجات بتاعتك الشخصيه، لا اما استفدت بالحاجات بتاعه المدرسه، بس ما عملتش الاتنين مع بعض وبوظت الدنيا. اوكي ده كده يوم عادي. اليوم بقى اللي مش عادي او اليوم اللي بايظ ضايع خالص منك، اللي انت ولا تعمل كده ولا تعمل كده، ولا تهتم بحاجاتك الشخصية وتطوير الذات، ولا تهتم بالمدرسة والدراسة والدرجات اليوم ساعتها بقى بيبقى ضايع وبيبقى كده بالسالب، وبيبقى بص الدنيا بايظة خالص. أهم حاجة في الحاجة دي كلها ماشي، إن أنت اليوم اللي تعمل فيه 50 حاجة ما تعملش بقى خطين يعدوا السهمين والكلام ده خالص. ولا اليوم برضو ما تقومش بيه من على السرير تروح نازل ب3 مربعات والكلام ده. هو يا إما واحدة فوق يا إما واحدة تحت يا إما اللي في النص ده، تبقى عملت حاجة واحدة بس من الحاجتين والدنيا تمشي كده طول ما انت بص. يعني الورقة دي قعدت معايا شهرين، من شهر 3 لشهر 4 ماشي، يعني قول شهرين ل10 أيام. اوكي فانت ممكن تعمل السنة كلها في ورقة شهرين وتبدأ في السنة الجديدة برضه عادي. اوكي وفي اخر السنة بقى او في اخر الورقة هتعمل كده، شوف بقى انت هنا ده اللي انت بادئ منه وده اللي انت خلصت فيه، شوف انت زدت بنسبة كام في المية او كام مربع. الحاجات دي كلها عادية خالص، بقولك الدراسة دي انا اللي عاملها وانا اللي مش عارف ايه. انا بقيت حاسس ان انا واقف في مترو ببيع لك فكرة لزيادة الانتاجية والتطور ومش عارف ايه. ولو ركزت شوية في الورقة هتلاقي ان انا بادئ تحت الترقيم من يوم 1/3 ومخلص في يوم 24 وعامل شوية حاجات هنا، وانا اصلا بادئها من يوم 22. ففي ايه، في 22 يوم هنا مسجلهم وانا مش عاملهم صح؟ لا غلط، غلط كبير قوي. عشان انا ساعتها كنت بسجل انا عملت ايه في اليوم وكده في بتاع دي، كنت بسجل انا عملت كام يوم، كل يوم عملت فيه ايه ومش عارف ايه وحاجات كده. بس ما علينا ضاع ده كله. اوكي بس يعني بنحاول نرجع عشان كل فترة لازم تقع وتفضل قاعد كده وشوية تاخد نفسك وتطلع تاني. برضو الكلام ده حصل هنا، قعدت طالع 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 ورحت هوبا واقف في يوم ونزلت، ومن ساعتها ما وصلتش للحتة دي. يعني بص كملت بقى كده، كملت كده. ايه اللي انا عامله ده؟
حطيت دول على دول ماشي، وظبطت المربعات ورحت مكمل كده بقى كده كده كده. الحتة دي ملخبطة عشان فيها امتحانات ومناقشات وحاجات ماشية ايه، وحاجات مش فاكرها وانتوا شايفين. فدي فترة انا معرفتش انا كنت فين، وكنت تايه وضايع ومش مركز في حاجة، عشان بقولك في امتحانات ومناقشات ومش عارف ايه. المناقشات دي ارخم حاجة في الدنيا، خلي بالك، وبالذات لو انت في المجمع التكنولوجي، بالذات لو على النظام بتاعنا، فيعني الكلام ده مش هيحصل تاني. فهنا في الورقة دي مثلا زدت بنسبة 4%، واللي فاتت كنت زايد بنسبة 6%، كل ده في 4 شهور تقريبا. يعني اتحسنت بنسبة 10% في 4 شهور، والسنة فيها 12 شهر، يعني بوم حاجة بوم بوم يعني. اوكي، في 4 شهور، و4 شهور 8 واتنين، لا وأربعة كمان، كده مثلا في السنة قفلت بتاع 30% أحسن من السنة اللي فاتت. يعني أنا أبقى حسين أحسن من حسين اللي السنة اللي فاتت بنسبة 30%، أو يعني مثلا دي حاجات تقريبية. اوكي، ما تاخدش الكلام ده بجد، بس خده على محمل الجد. ودي اخر ورقة انا عاملها. الورقة دي بقى انا عاملها بايدي، فكك من الشخبطة دي. يعني الشخبطة دي ربنا يخلي لينا محمد ابن عم مصطفى حسين عمي وكده، فالدنيا عادي يعني، حتى مشخبط هنا يعني يعني ومخرم كمان، مية 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 مية. انا مش هتكلم. ماشي براحتك يعني. دي اجدد حاجه وطازه، ويعني بص مش عايز اقولها بس يعني دي اجدد حاجه. اوكي، عملتها بقى بعد ما كنت واصل هنا شهر 6، رحت مكمل هنا 9 و10. فهتلاقي ان الدنيا في فاصل زمني قد كده. هي دي الحته اللي انا كنت قاعد فيها برضه وما بعملش حاجه، وتقريبا هي دي الاجازه. ماشي، هو في الاجازه انا باجز من كل حاجه تقريبا يعني. بس برضو ابتديت من اخر حته انا وصلت لها، اللي هي بعد زياده ال4%، فكملت بقى من نفس المستوى وان شاء الله اوصل ومش عارف ايه. يعني لو عايز تعرف اكتر وكده تابعني على الانستجرام، هتلاقي فيه ان انا بوصل وبعدي ومش عارف ايه وكده. فزي ما قلت لك ال3 شهور دول، انت لو ابتديت من النهارده كان كل ايامك ايام جامده، وعملت الخط الجامد ده ومش عارف ايه، هتزيد 90%. اللي هي حاجة أنا معملتهاش في 6 شهور، أنت ممكن تعملها في 90 يوم. بوم صح، 90 يوم مذاكرة، قصدي مذاكرة وتطوير ذات وإنتاجية ومش عارف إيه. أول حاجة أنا زي ما بقول لك كده عامل الخطة بتاعتي، خطة 100 يوم، عشان كنت بادئ قبل مش عارف إيه ب10 أيام، اللي هو ظابط ال100 يوم يعني. أوكي، فأول حاجة فيهم إن أنا أتعلم الحلاقة، أروح لجدي كده 3 4 ساعات في اليوم، على آخر السنة أبقى فاتح لي فرع التحول. مية 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 مية، راجل زي الفل. تاني حاجة إن أنا أختم القرآن، برضو 4 أو 3 صفح كل يوم في 100 يوم، خلصت المصحف. ماشي. رابع حاجة في الخطة بتاعتي إن أنا أحافظ على صلاتي، يعني مفيش يوم أفوته من غير صلاة. وده يعني مش أوي، مش يعني، أحاول أصلحه لحد آخر السنة يعني وكده. أوكي، وهكمل كمان مش لحد يوم 30 في السنة وأقف بقى وخلاص أنا أنجزت ومش عارف إيه، لأ هحاول أكمل ساعتها. خامس حاجة واللي أنا مش كاتبها بس نفسي أعملها، بس مش هتتعمل خلاص عشان في إصابة. يعني أنا مش عارف كتفي ده ماله، بس مش شغال عدل، يعني مش بيقوم بوظايفه العلة. وأنا كنت عايز أعمل فورم وأعلنت كده على الانستجرام. كده الفيديو خلص، وكده قلت اللي أنا عايز أقوله وكده. يعني بص، مية 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 مية. فكروني بقى بغير الدرع ده لما نوصل ال100 مشترك. خلاص هانت، فاضل أقل من 35، اللي هو أقل من 90 يوم، اللي أنا وأنت وكلنا هننجز فيهم وهنعمل فيهم حاجات جامدة. فمين عارف، ممكن لو ضغطت على نفسي شوية ونزلت فيديوهين بدل فيديو، أو صورت أصلا، يعني أبقى في حتة تانية. ممكن نعدي ال100 دول قبل ال90 يوم ما يخلصوا، صح؟ تعال نحط دي معانا دلوقتي أنا وأنت في خطة ال90 يوم بتاعتي، اللي هي مفيهاش ولا أي حاجة من الجامدة اللي أنت هتعملها. يعني أنت هتعمل حاجات جامدة أكتر مني، بس يعني شوف اللي ينفعك في الحاجات بتاعتي وخدها، متخافش مش هزعل. أهم حاجة الورقة دي، مراقبة التطوير والإنتاجية على المدى البعيد. دي هتعرف يعني، بص اللي معهوش خريطة بيتوه، فاهم؟ فدي الخريطة بتاعتك،
دي الخريطة انت عملت ايه قبل كده ونفسك توصل لفين ومشيت بايه ومريت بايه وكده. والاحسن من دي انك تكتب الحاجات اللي انت انجزتها في اليوم، فاهم؟ زي ما كنت بعمل يعني، كانت بوم هتروح هنا تلاقي في يوم ايه ده انت طلعت ليه، هتلاقيك هنا عشان انا عملت كذا، فاهم؟ انا المفروض بقى النهارده انا صورت فيديو اوكي ومنتجه كمان، بس هيبقى اليوم عادي ليه؟ عشان ده انجاز شخصي شويه. اعمل ايه بقى لو عايزه مثالي؟ اروح اتعلم الحلاقه اللي هو التلات اربع ساعات بتوعي، ده تعليم اهو، تعليم وسيلف ليرنينج ومش عارف ايه، بس ده شغل وده تعليم، فده يمشي يوم مثالي. واروح رافع بقى كده واروح اصلا مغير الورقه دي، بس بعد ما اخد الحاجات اللي فيها عشان الحاجات دي مهمة يعني غير الشخبطة. شكرا يا محمد، تسلم ايدك. thank you for watching and I don't know when I'm uploading a new video but سيبها على الله اشوفك الفيديو الجاي. وانا كنت محتاج اغير الجملة دي من بدري بس يعني I hope to see you as possible again. في الانجليزي ضايع، محتاج كورس انجليزي فعلا، بس ف good bye.